مساء الخير عليكم متابعينا على منصات تواصل منتدى الشروق. اليوم وياكم أول حلقة، ضيف كبير جدا، ضيف تعلمنا منه، ضيف شاعر من سلسلة وطينة الكبار، اللي هو راح يقص شريط الافتتاح أنا وأنتم والذهب، المبدع الأستاذ أحمد الذهبي. حياك الله أستاذ وأهلا وسهلا. حياك الله أستاذ عباس، وكل التوفيق والنجاح إن شاء الله إليك ولبرنامجك ولهذه المنصة الجميلة، منصة الشروق. إن شاء الله تكون فاتحة خير، ونكون خفيفين الظل عليك الله وعلى يحفظك. متابعينك الأعزاء. وإن شاء الله يا ربي هذا البرنامج يوصل الحلقة المليون. فدوى القلب. طبعا أنا أتمنى تسمح لي أنا حاورك بسبب فارق التجربة والشعر والعمر. ما بيها أنت متفضل اليوم علينا. احنا كنا شعراء الله يحفظك. صراحة، وانا انظر لكم يعني جيل واعد ومهم جدا بالساحة الشعرية، قد يكون اثقف من اجيال مرت. الله يبارك. للظروف المتاحة الان بالنسبة لتطلعاتكم، بالنسبة لقراءتكم، بالنسبة لثقافتكم، واللي جاي يشوف انه الشباب من الشعراء الحمد لله وصلوا لمراحل بعيدة بالثقافة والوعي، بالدراسة أيضا عندنا شعراء شباب أطباء، عندنا شعراء فعلا. شباب حصلوا على شهادات عليا، وهذا شيء مفرح بصراحة. هذا ما تعلمناه منكم طبعا. الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله. أبو علي، شو وقت يرجع نادي الطلبة لمنصات التتويج؟ والله بحالة واحدة، هي مدرب ناجح ومجموعة لاعبين على مستوى عالي، وأيضا إدارة ناجحة، وهذا المهم جدا. هي تغيرت الإدارات، يعني هواي تغيرت، وهذا التغير أصلا له تأثير كبير. يعني بصراحة أنا شفت قحطان كثير ناجح مع الطلبة، تحيات. كان المفروض يستمر الكابتن، لكن الظروف حالت دون ذلك. أيضا الإدارات المتعاقبة والتغيير هذا مو صالح الفريق، يراد صح. يراد تشتت. استقرار. نعم. حتى وإن خسرت موسم موسمين، بس التشكيلة والمدرب والهيئة الإدارية تكون مستقرة تقل الضغوطات على النادي. نتمنى التوفيق إن شاء الله. نتمنى لهم التوفيق، يعني نادي كبير وجميل جدا. أكيد الطلبة عريق، الطلبة خرج لاعبين نجوم كبار، واعتقد آخر بطولة 2002 2003. أي نعم. أبو علي، علي ابنك يذكرك بشبابك؟ أي طبعا، طبعا يذكرني بهواي أمور يشبهني علي. مثل؟ يعني أبرزها الهدوء ما شاء الله. شيء ثاني والمهم هو أنا كنت حارس مرمى، وهو حارس مرمى ما شاء الله. وايضا هو منو الافضل؟ شجاع. منو الافضل؟ والله هو اقول لك، يعني المشكله اللي عنده ابو زين يعني ما يقدر يصير احسن منه، لانه الناس تقول له ابوك كان افضل، ابوك هيك، ابوك هيك. بس يعني الحمد لله، اتمنى له التوفيق ان شاء الله. اكو طموح انه نادي وهيك شيء ان شاء الله؟ لا، هو حاليا ابتعد حاليا، لانه ايضا هو مشغول بعمله وجندي. الله يوفقه ويحفظه ويحفظ كل الجنود. جميعا. ابو علي، شلون تتعامل ويا الشهرة؟ والله الشهرة سلاح ذو حدين استاذ عباس صراحة. صح. يعني مرات انت يعجبك تدخل بمطعم شعبي حلو، ما تخلص من الانتقاد، يعجبك تدخل لي مطعم فاخر ما تخلص من الانتقاد، تعيش حياتك تريد. يعني بالحالتين انت تتعرض لكلام الناس. مو كل الناس بصراحة، اكو ناس تتفهم وضعيتك. صح. ايضا الشهرة هي نعمة، نعم، من نعم الله سبحانه الحمد لله. المفروض انه نحمد الله ونشكر عليها. ليش؟ انت ما مشهور حتى تستفاد ماديا، انت مشهور من خلال محبة الناس إلك. ما شاء الله. فندعو انه هاي المحبة تزيد، وما نخسر واحد من الناس اللي يحبوننا بسبب تصرف يعني قد يكون خارج ارادتنا. نعم. الانسان اذا كان شاعر واذا كان طبيب واذا كان رياضي هو انسان بالمحصلة النهائية، فمعرض للخطأ. نرجو انه الناس يتفهمون وضعنا، احنا بشر مو معصومين، قد يكون نخطئ، نقصر مع محبينا، انتم يعذرونا يعني. اي احنا حتى قبل لا نعبر هذا السؤال، سلبياتها ام ايجابياتها اكثر؟ لا بالتاكيد ايجابياتها اكثر، بالتاكيد. يعني انت مقدر، محترم،
في نزاعات عشائريه يدخل النجم يقدر وقد صح. وقد يحل هذا النزاع. صح. ايضا في قضاء حوائج الناس ما شاء الله. لانه انت مقدر عند فلان من الناس تروح تخلص لك خاطر حاجه اخوك المؤمن فعلا، فهذا شيء جميل جدا. لك خاطر اكيد. الحمد لله. ابو علي، امير الشعراء احمد شوقي بالشعر الفصيح، لنفرض انت بينك وبين ذهنك تخلي واحد امير الشعراء الشعبيين، اكو اسم ببالك يتراود لو تنفي هاي الفكره؟ شوف تسميات. شوف الان انت من تنطي رايك قد يكون المقابل ما يفهمك، لانه انت كل شاعر اليوم عنده قدوه. الخلل بالمجتمع ما يتقبل الاراء، مو كل المجتمع، البعض من المجتمع. اي لا، هو احنا البعض نحكي اللي ما يتقبل. والا اذا تسالني اليوم كل شاعر عنده قدوه صح. حياته. صح. يطلع بالاعلام يقول لا انا ما عندي قدوه وانا ما تاثرت بشاعر معين، واني يعني اكو خوف من ابداء الراي. يعني مثلا انا اجي اليوم اقول كاظم اسماعيل قاطع امير الشعراء الله يرحمه، حلو. البعض راح يقول ليش مو فلان ليش مو فلان، يا اخي هذا رايي. فاحنا انت اليوم قلت ايجابيات الشهره وسلبيات، اي احنا محاسبين حتى على الكلام. صح. فقد يكون انا افضل شاعر عن اخر برايي الخاص، قرب هذا الشاعر مني يجوز اهاجم. هذا اللي يمنع الناس ترى من الحديث، والا كل شاعر يقدر يقول فلان شاعر كبير. يعني احنا نتمنى من المجتمع انه يعرف الاراء تطرح ولا تفرض. بالضبط. ابو علي، مشتاق الناس تسمعك. أي. وانا مشتاق اسمعك. أي. والكادر مشتاق يسمعك. فيا ريت تكون متفضل علينا بشيء. بالخدمة. الله يحفظه. بعدك ما رحت عايش حبيبي وياي، يا عين. كل لحظة أنا أشوفك قاعد قبالي. الله. بعدك ما رحت عايش حبيبي وياي، كل لحظة أنا أشوفك قاعد قبالي. من تغيب الشمس غير الخيال يموت. الله 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 الله. بعدك ما رحت عايش حبيبي وياي، كل لحظة أنا أشوفك قاعد قبالي. من تغيب الشمس غير الخيال يموت. يا عيني. ظلك حتى وقت الليل يبرالي. الله الله. قالوا راح الأول ياهو تالي تريد، ما يدرون أريدك أول وتالي. الله الله. وقالوا مبتعد بس هم ما يدرون، ايه يدنش كثر من يبعد الغالي. الله الله. وقالوا شيعوا جثة عشرت وياك، اي ومن قد ما خفت قاموا يتراوالي. الله الله. أصدقهم رحيت شو تقول أقلهم راح، اي لو رايح صدق شارحت من بالي. الله الله. أضيعك رادوا وخلوا عليك تراب، اي من جوا التراب وطولك يلالي. الله الله. يا حبيبي كبير حبيبي بالله كبير. سلمك خليك. استاذ، يعني دائما الشاعر من يكتب النص شوي القصيدة مرات تصير ادواتها نعم. قريبة للنص. نشوفك انت ما شاء الله بالمنصة وبالنص نفس الادوات ونفس الشغل. شنو النصيحة اللي تقدمها للشاب اللي يجي من بعدك يكتب النص ويكتب للمنصة؟ والله أنا حتى يحافظ كما حافظ احمد الذهبي. أنصح الشاعر أنه يبدأ بالمنصة. بالمنصة لأنه المنصة تنمي الموهبة الشعرية. المنصة تضيف للشاعر شجاعة، احتكاك. يعني أنت تشوف احنا في أغلب الأماسي مثلا منتدى المدينة اللي يقيمها على عظيم، ألف تحية الأستاذ علي عظيم. نروح نسمع نرجع نكتب. الله. إيه يعني تولد عندك للآن تولد عندك موضوع، تولد عندك فكرة، تولد عندك تجدد ما شاء الله بقابليتك في الكتابة. أغلب شعراء النص اللي ما طالعين منصة اسمه قد يكون معروف لكن شكله ما معروف. اي يعني تتفاجئ بشاعر معين يقول لك انا كاتب القصيده الفلانيه النص الفلاني. اي تتفاجئ باسمه حتى ما شايف شكله. بالضبط. فالمنصه هي الارث الباقي. الباقي يعني اليوم انا ما توفقت بكتابه النص،
ما توفقت بتعاملي مع المنشد الفلاني او الرادود الفلاني، عندي منصتي مسيطر. عندك منص. والدليل كثير من شعراء النص بعد ما انقطعت علاقتهم بالمنشدين او الرواديد او حتى المطربين، خلينا نقول ركنوا على جانب، انتهى موضوعهم خلاص. ليش؟ لان ماكو استمراريه، ماكو تواصل، ماكو حضور بالمهرجانات، فابتعدوا. لذلك انصح الشاعر الشاب ان يتخذ من المنصه نقطه انطلاق حتى يحس بقيمته ويحس بقابليته ويضيف لنفسه. مهما كان ما يترك المنصه. اكيد. حتى اذا صار فد اسم. طبعا. اي طبعا. شكرا، هذا الجواب الجميل. الله يخليك. نروح فاصل. على راحتك. نروح فاصل وراجع لكم. رجعنا وياكم وبودكاست فلاش باك، وضيفي الكبير المبدع استاذ احمد الذهبي. حياك الله استاذ. الله يحييك استاذ عباس. انا من اشتريتك بعت ناس اعزاز، يمكن ناس فقره وشوروا بي. انت مضحي دائما اضحي. اللي تضحي له شو واجهك؟ والله يعني شوف، سعد بن قاسم يقول على الله وعاد يوفون، سهرنا ودمع العيون. تتامل يوفون. ايه. هاي التضحيات كلها تتامل. لا اكو وفاء والوفاء الحمد لله اكثر، يعني اكثر من عدم الوفاء، لكن هن مرات يطلعن بوقتهن ويبقى وترسن الشارع. ترسن الشارع يعني انه فرحت هواي. شفت احد الاخوه ناشر يقول اسمع جبار رشيد شو يقول. الله. فهواي جماعه اتصلوا بي، قلت لهم ما زال نسبه الجبار يعني هي خلوها. اي خلوها. ما شاء الله. الله يرحم جبار. الله يرحم جبار، الشاعر الكبير لو المبدع طبعا. غير جبار يمكن اضوج فعلا. ابو علي، اكو شعراء من جيلك ظلموا نفسهم؟ والله احنا نعرف اعلام يعني كان بفترتكم ماكو، بس يعني انتم برزتوا بطريقه مختلفه. اكو ناس قالت استسلمت، رفعت الرايه البيضاء للشعر. لا هي مو استسلمت، وانما اكو هواي امور احنا قدرنا نتجاوزها، بس هم قد يكون ما قدروا يتجاوزوها، يعني معيشه وغيرها. بالضبط. موضوع الظروف الصعبه اللي فتره صعبه اللي يمر بيها الشاعر ذاك الوقت، يعني فتره صعبه صراحه. الظروف الصعبه القاهره جدا ابعدت كثير ناس. يعني انا اتذكر يوم من الايام في اول لقاء تلفزيوني يا سنه على كان قناه الفرات سنه 2003. نعم. بعد السقوط مباشره. جينا اني وصادق عبد الله السعدي. طبعا صادق عبد الله السعدي شاعر من الشعراء المهمين. الف تحيه له، الف تحيه له. من الشعراء المهمين ومن جيل خطر جدا ما شاء الله. صارت لنا دعوه من قناه الفرات، كان اخونا خالد الفراتي يقدم البرنامج. نعم. الله يذكره بالخير والف تحيه. الف تحيه. تعرف جينا من العماره على اساس نصور اليوم. اي. وصلنا صار تاجيل بالموعد، يعني راح نضطر نبقى يومين في بغداد. على مود تصل. فصادق قرر يرجع. ليش؟ لان اذا عاف شغله يوم توقف الحياه عن عائلته. بالضبط. فرجع صادق وما صور الحلقه. انا بقيت تحملت وقعدت يم اصدقائي، يعني ما تقدر تروح حتى فندق. لا فتره صعبه ذيك. قعدت يم اصدقائي الى ان صار موعد التصوير وصورنا الحلقه اني والضيف الحل بديل حمزه حسين مطر. الف تحيه. الف تحيه. هذه واحده من المعاناه. فصادق وغير صادق من الشعراء المهمين، قد يكون اهم من احمد الذهبي، ولكن الله. ما خدمتهم الظروف. يعني مو هم ظلموا نفسهم، لا الظروف ظلمتهم، الظروف المعيشيه، وابتعدوا وما زالوا لحد الان موجودين ويكتبون من اروع القصائد. عادل الدراجي، صادق عبد الله، انا من اعدد اسماء يعني قائمه طويله جدا. اي ممكن. الف تحيه. الف تحيه لكل شاعر ما زال مستمر بالكتابه، وحتى اللي ابتعد عن الوسط الشعري. شكرا لهذا نكران ذاتك انه تستذكر الاسماء اللي
الظروف عاندتهم. ابو علي يوم من الايام كتبت قصيده هجائيه، هواي كتبت هجائيه قبل لا تتهمني وتنكر المعروف. نقراها لو ما تتذكر يعني الحافظه منها انا وياك اساعدك. قبل لا تتهمني وتنكر المعروف، خلينا نقعد سوا وتاريخنا نراجع. وينشال الطبق ويبين المكشوف، وينشال الطبق ويبين الواقع. انا العابر دول واسم العماره وياي، وانت سيطره بغداد ما طال. الله. اي بيها يسمون النجم وانا امشي متواضع. الله. تحلم لو قريت يصفق الدوار، وانا ايش قد وصفق القاطع. الله. احنا شوف استاذ عباس، هسه راح اسمعك هجائيه ثانيه. بس هو الموضوع وين؟ الموضوع الهجاء لون من الوان الشعر المهم، يعني مو شرط مكتوب على شخص. يعني فرسان العرب نعم. الشعراء او الفارس الحقيقي بالميدان. نعم. واحد كان يجي الاخ، بس شنو اكو احترام للخصم طبعا، احترام واعتراف بشجاعة المقابل. وايضا داخل القصيدة تلقى نفس عربي اصيل متجذر. ماكو مساس بالعرب، ماكو مساس بكرامة الانسان. يعني انا اليوم من اريد اهجي انسان المفروض اهجيه بما هو، ما اتجنى عليه فعلا. وبنفس الوقت ابين اخلاقي من خلال قصيدتي. اليوم انا اللي جاي اشوفه من بعض الشعراء مع الاسف، يعني هجائي يوجع القلب، في سبيل زغر من المقابل. يعني انا اليوم من اشوف انسان يتجاوز علي عبر شبكات التواصل، قد يكون انا اتحمل بس ابني ما يتحمل. طبعا زوجتي ما تتحمل، اختي ما تتحمل، يتاذون. صارت عليك هجمه مواقع التواصل؟ هوايه هجمات. السبب؟ هوايه. السبب مثلا واحده منهن والله انا يعني ما اسئت، انا حكيت حقيقه على وليد الخشماني، حقيقه حكيت فعلا. يعني قلت هذا الرجل يحكوا لي عنه انه طائفي، بعدين من دخلت على قصائد لقيت بها هواي طائفيه، هواي تجاوز خصوصا على المذهب الشيعي. هسه يعني ليش نتجرد من مذهبنا مثل ما هو رجل يدافع عن عقيدته ومبادئه؟ ابو علي عنده المبدا اهم من الشهره. بالضبط يا اخي، احنا بفطرتنا دمنا يفور على المذهب وعلى العراق بشكل عام. فعلا. احسن. فانا قلت اذا فعلا هو وردت تتاكد هو متعرض بقصائده لطائفه معينه، عليه ان يعتذر. صح. فصارت اكو هجمه يعني وراحت بوقتها. هذه الهجمات يعني احنا بالعكس نتشرف بها، والله نتشرف ما تكون انت تدافع عن بلدك وعن ارضك وعن مبدأك هاي القضيه. بالضبط. شرف. الامام علي سلام الله عليه ما خلص من صح، من التهجم الناس ومن قالوا علي بن ابي طالب ما يصلي. مو فعلا. الحمد لله احنا مع علي ان شاء الله. احسن. ومع العراق ومع كل انسان شريف يحب العراق ويخاف عليه. احسن. ابو علي، شنو احساسك ومرقد مولاتي زينب سلام الله انسد وانت من الناس اللي مواظبين على هاي الزياره؟ هاي السنه ما رحت. اي والله. سبب الجولاني واتباع الجولاني والمخططات الاسرائيليه والامريكيه. ان شاء الله ترجع، يعني نتامل انه ترجع ونروح نزور، لانه بصراحه انت شايف ومجرب، خصوصا هاي مراقدنا اللي يدخل لها يتعلق بها. صح. و يعني يتمنى انه يستمر بزياره هاي المراقد. ليش؟ لان هي روحيا تعني لنا هواي. طبعا. احنا نروح للسيده زينب، الله شاهد انا من ادخل على السيده زينب والسيده رقيه ينتابني شعور غريب جدا وما اسيطر على نفسي، يعني ابكي لا ارادي ما شاء الله. واذا رايح اطلب حاجه يعني انساها. ليش؟ لانه اتخيل هاي السيده العظيمه وهي غريبه، الله، اتخيل هي مظلومه،
الان نزلت الرايه، بس زينب شي نزلها؟ ايوه هي رايه احسن. وهي قمه. لذلك يعني احنا نتامل نرجع ونزور، وهذه الظروف كلها تنتهي ان شاء الله. ان شاء الله نتامل ان شاء الله. شيء. كتبت فد مقطوعه شيء على هذا الموضوع؟ والله انا هواي كتبت، بس انا راح ارجعك لقصيده. الهجاء؟ لا ها الهجاء نرجع لها بعدين. اي نريد الهجاء. نقرا للسيده زينب سلام الله عليها. احسنت. نقول بعيد المعركه خوش وبروحي رقبة خيل، الله. واحتبست الريح بخيم عايلتك. الله الله. بعيد المعركة وبروحي رقبة خيل، واحتبست الريح بخيم عايلتك. وما محتاجة ساعي يجيب لي المرسال، أنا بخيمتي بس منطحت شفت. الله أكبر. ما محتاجة ساعي يجيب لي المرسال، أنا بخيمتي بس منطحت شفتك. أنا من الصغر شلتك بروحي حسين، اي ما أحس بيك طايح وأنا شايلتك. الله الله. أنا من الصغر شلتك بروحي حسين، ما أحس بيك طايح وأنا شايلتك. لو ما عالتراب أنفاسي ليش تراب؟ يا ريتي وعجاجة موت خانقتك. لو ما منسحق ليش الضلع موجوع؟ الله 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 الله. لو ما منسحق ليش الضلع موجوع؟ من حصرة ضلوع الخيل ساحقتك. الله الله. لو ما بايقينك ليش أنا الناطور؟ وانطر على عيالك مو مناطرتك. لو ما مشترينك بايعينك ليش؟ شي بايع الدنيا الناس بايعتك. لو ما من ذبح عباسك ايش يحنيك؟ الله 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 الله. لو ما من ذبح عباسك ايش يحنيك؟ من ظهرك عرفت الخوة كاسرتك. لو ما وحدك يصعد بروح الزود. ايوه لكن نزل يعني الكثرة غالبتك. الله الله. نطرت الليل يقعد خوش والنهار ينام، وجيلك منفر عم قبع ببختك. الله. أنا تانيت نطرت الليل يقعد والنهار ينام، وجيلك منفر عم قبع ببختك. أجيلك طافحة لوحة على متن الماي، ما حسيت إلا ارتطمت بضفتك. الله. جيتك طافحة لوحة على متن الماي، ما حسيت إلا ارتطمت بضفتك. ثلثين الأرض ملكك واشوفك هيج، يا وصفة يا وصفة. ذابل كل خضار الدنيا اللي بشفتك. يا ابوي ثلثين الأرض ملكك واشوفك هيج، ذابل كل خضار الدنيا اللي بشفتك. ناس الوالدك لمها بعباته سنين، اي هيك مطشر على القاع عايفتك. وصفة هيك وسادتك صارت رمل يا حسين، هيك وسادتك صارت رمل يا حسين. كونك حد راسك حاط قلب اختك. الله 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 الله. ومو بس الحوافر، مو بس الحوافر والسهم والسيف وحجار وعطش ورماح ذابحتك. واضح من وريدك بعد ينزف غيظ. سامع لك حكايه هواي هاضمتك. قالوا لك تجيك تعاتبك بالليل، اجيت اتشكرك ما جيت عاتبك. الله الله. قالوا لك انزل راسي وانت الراس، انت الراس نزلت السما وظليت رافعتك. قالوا لك تعوفك عفتك ورديت، بس رديت بيا وياي ما اخذتك. رحت منك جرح، بس جرح ما ينشاف يا حسين. الجرح بحسين ضمتك مكسورة نعم، بس لو طحت ما طيح. غير انت السند بالروح وقفتك يا رباط الحكي المقطوع بالديوان. انا بديوانهم كمل سالفتك. الله الله الله. زينب تؤجر على هاي القصيدة الكبيرة. الله احسنت احسنت. الله يسلمك. خلونا نروح فاصل وراجعين. حياكم الله ورجعنا لكم من جديد مع الكبير استاذ احمد الذهبي.
حبيبي استاذ. شكرا لابداعك. انا اللي اشكرك والله، اليوم قاعده حلوه يا فدوى لقلبك. والوجوه الطيبه. الله يبارك فيك، نتعلم منك وتشرفنا. انت الشرف والله. تجربتك بين الحاضر والماضي مساحه مليئه بالشعر. الحمد لله. شو تحب تختار لنا؟ تريد ترجع على الهجاء؟ تريد تختار شيء؟ والله شوف، ماكو ساحه ما دخلت بيها بالنسبه للشعر. يعني دائما احب التحدي. واضح. كتبت الدارمي، كتبت الابوذيه، كتبت السياري، ما شاء كتبت الله. الناس، كتبت القصيده. بس قبلها خلي حتى انت الواصلك من الهجايات يمكن وحده، لا عندي هواي هجايات. حتى رهمتك علي. هجاء؟ رهمتك علي بس ما رهمت وياي، انت اللي ما ردت. شو تريد اسوي لك؟ عاشرتك نجم من كان عمرك ليل، اذوب واشتعل حتى ابقى ضويلك. الله. من طلعت شمس خط رجعه ما خليت، ما جازيتني لما خلص ليلك. الله. باني لك كنت حضرة عشق بالروح، ومرقد للمحنه بروح باني لك. وانذر لك كنت وافتر وحن الباب، هسه تهدمت يا باب حني لك. جرح الفاق صدره وما يريد خياط، واقف كأنه واحد جاي يدعي لك. الله. ايه وراها تقول اعلش ما عليك. اي وشوفني من بعيد، باكر من قرب تستحت عايلي. الله. ما اعطش وجيك توسلك محتاج. نعم. وما اصعد لك انا انت تنزل لي على القمه ثلج وينزع وجه الصيف، وغصبا على العطش شلال توصل لي. الله الله الله. اشربك وارتوي تعطشني ما ارويك، دنيا من العطش ما ترتوي بذلي. انا المحتاج راسي يشعل شمع الطيب، والمحتاجني كله اشتعل كلي. علي دليت خصمي بسرد فانت وياي، وانا الدافنك كلك ولا دلي. الله الله. شفتهم منطعت. الله. علي دليت خصمي بسرد فانت وانا الدافنك كلك ولا دلي. شفتهم منطحت، شفت الصحابه وجوه، عرفت يا وجه ضدي ويا وجه خلي. شالن الشفوف الحاربن سنين، المال طمن علي كان ينصف قلبي. الله 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 الله. هذا البيت عيد ابو علي. ايه الشفوف. ايه شالن الشفوف الحاربن سنين، المال طمن علي كان ينصف قلبي. شفت مصيوب طايح طحت راد يقوم، على حرورة صوابه جدام زحفلي. وشفت واقف بعدني وقال راح يطيح، وشفت قبل الانزامة صاح متخلي. الله. اكو مجروح مذنب اي جرحه يشفع بيه. الله. واكو يزيدن ذنوبه ما يجي يصلي. الله الله. واكو يختل بظلمه ومنه ما ينخاف. اي واكو يخوفني لو بالنور يختل. اكو يختل بظلمه. اكو يختل بظلمه ومنه ما ينخاف. واكو يخوفني لو بالنور يختل. واكو ميت عطش وجفوفه تمطر ماي، شفه بحلق غيره تعلم يخلي. الله. رهنت لهم ضميرك ردت توصل صوت، هسه بلا صوت ايش تحكي شد تقول لي. اذا بجفوفك تاشر لي عنهم جاي، اعمى وشفتهم لو ردت تنقل لي. الله الله. انا قبالك كتب شي شايل اسمك طاح، عاد اسمك اللي شيله شايل يولي. الله 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 الله. الدارميات شوف يوم من الايام اي كتب لي الموقف. اي يعني مرات تصير مساجلات. أي. مرات في يوم من الايام شفت كيه حمل بالشارع. اي وكاتب الدارمي مالته عليه، ايش قد فرحت. الله والله يعني رغم هذا دليل وصول ما قاري هواي قلوب الناس. هذا يعني يقول قالوا تشوف هواك من ترف عينك، اي رفت عليك الروح بس انت وين. الله الله الله. الدارمي الاخر الله يرحم جبار رشيد كان يقدم برنامج بالاذاعه، واسمعه يردد هذا الدارمي دائما ويقول هذا ما اعرف المن الله. ايه لا والمصيبه تمسوه يومين. ايه فبالاخير فاجأته، قلت له هذا الدارمي لي يقول عالروح حج الشراي عامل عليه. شو تقول ابيع الروح لو تشتريها. الله. ايه. الله الله. الابوذيات ايضا هم نكتبها في وقتها. حلو. ايه يقول رجية شيخ جرحك راكبينه. هلا رجية شيخ جرحك راكبينه، وعلى مودك دهرنا راكبينه. قبل نجم الثريا راكبينه، عرفناك ونزلنا على الوطين. الله الله. موية ما يروح ماية لكم. اي وقطح العوز عنكم ماية لكم.
موية ماي روحي موية الكم، موية الكم، وقطعها العوز عنكم موية الكم. متت كان طفل جاهل ميت الكم. الله ميت الكم، وقراية فاتحة استكثرت به. الله الله. اخوك اثنين، اخي عزك واخذلاك، وانا الما خيب ظنونك واخذ لك. نعم. اخذ لك زلمه ما دنك، واخذ لك دفن كل الرصاص يطيح. الله 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 الله. روح من المصايب ناخذلها. اي. وشفت عزها بمذله ناخذلها. اكوادم تحيه ناخذلها، وهي شتان تاخذ تحيه. الله الله. وحق هموم اللي بصدري والاكراب. اي. وحق هموم اللي بصدري والاكراب، الما يبغى بتك صدق والاكراب اللي رب اللي يصبرني، ولك رب اللي يفجعك بالعليهم خنتي. الله الله الله. يقول نعيت عليك بغيابك، نعم تاه ابنها وناطرة ربك، نعم تاه نعمته تسأل تاه القلب بعدك، نعم تاه وصفيت عمو ضرير يقود بي. الله. علي ما فضل احد وانت فضلك اهد وافزع وثورا وانت فضلك لك بيك شلون خانوا وانت فضلك عليهم مثل فضل ام علي. الله 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 الله. مبدع كبير استاذ احمد. ابو علي شخذ منك جبار رشيد؟ والله جبار اخذ احلى سنين بحياتي. الله. اي بالله. يعني السنين اللي عشتهن ويا جبار سنين بها وفاء، سنين بها تواصل غير منقطع ابدا. يعني ماكو يوم ما نتواصل انا وجبار. الله. عمر قسما بالله. يعني بصراحه افتقدت الانسان اللي يسال عليه هواي. يا عيني. اي. افتقدت الانسان اللي يحترم كل الناس. صاحب الانسانيه العاليه. افتقدت الانسان اللي عنده الإيثار وعنده التواضع. افتقدت الإنسان اللي يعني يضحي بقوت يومه حتى يوصل مريض في محافظة معينة. افتقدت الحنية، معنى الصداقة الحقيقي. يعني اليوم صعب تلقى إنسان يحفظ غيبتك. كثير من الأصدقاء مع الأسف، كثير من الأصدقاء ما أقول كلهم، يجاملون على حساب أصدقائهم. يعني مجرد ما يقعد ويا شخص عنده اعتراض قد يكون أو تضاد بالرأي مع المقابل، يحاول يسيء له صديقه ما يدافع عنه. جبار لا، جبار إذا كان أحمد مختلف ويا إنسان آخر يحاول أن يصلح. الله. يتدخل من باب الأخوة والمحبة ويحاول يصلح الأمور. ما شاء الله. الجبار شيء كبير وخسرناه فعلا شيء كبير. يعني حتى الشعر طبعا مو فقط أحمد طبعا، لا الشعر الشعبي كله خسر. أستاذ جبار الله يرحم جبار ويرحم كل الشعراء. أبو علي شنو شعور اللي ما عنده أم؟ ما عنده وطن قسما بالله. الما عنده أم ما عنده وطن. هاي العبرة بالجواب. قلت لها هاي انت جنازل فوق الاشتار، لو عشرة عمر غرب عنها. الله 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 الله. انا ردتك بعد تبقين وياي، وجاز الوالده الحقها على ابنها، والبيت الله شيلك مو للقبور مشي. الله 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 الله. انا البيت الله شيلك مو للقبور مشي، والطيبه جاز شويه منها، خفيفه جنازتك يم حكي لضقالي تنومس بيها ظل حتى لدفنها. يا عين. ام السالفه تحكيها لشيوخ الدواوين الستر من يشتهنها. الله. بشرع امي التغث جارتها بالنار. اي. حنينه تواصل الما واصلنها. يا عيني. بشرع ام التغث جارتها بالنار. حنينه تواصل الما واصلنها. عد امي اللي متشوفه على جارات دايس بيتها ومحتل وطنها. الله الله.
الابيض لبسته بدنياها مرتين، اي مره قماطها ومره بجفنها. الله اكبر الله اكبر. عفوا يعني نخرج عن الشعور بس. الابيض الله اكبر. الابيض لبسته بدنياها مرتين، مره قماطها ومره بجفنها. وعد قالت للاسود موتك وياي، وصدق الله بالمغتسل فكن حزنها. الله اكبر الله اكبر. الابيض لبسته بدنياها الله مرتين، أكبر. مره قماطها ومره بجفنها. وعد قالت للاسود موتك وياي، وصدق بالمغتسل فكن حزنها. من ذبن الشيله اي وفرع الراس، بخت شيخ ومضيف تبدى منها. الله 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 الله. من ذبن الشيله وفرع الراس، بخت شيخ ومضيف تبدى منها. ما جابت لاخوه، سوت له صحبان. الله. ما جابت لاخوه، سوت له صحبان. كلوا خبزتها ما رضعوا لبنها. الله اكبر. صاحب صاحبي بيمه تعناه، الله الله. صاحب صاحبي بيمه تلقاه، والبريحتي تلفه بحضنه. الله اكبر. ما خشنت خاطر حتى للعوز، خذ سواراتها وما كثر دمها. الله الله. اذا تنذكر زينب اي تمطر خيام، عمة عين. وتظل تعاتب النوق السبن. من قد ما معزبه برمش العيون، تفرش للمصايب من يجنها. الله الله. حاولت اشتريه، اي انا ردت اشتريه، خوش. وقال لي الموت الجنه منين لك تدفع ثمنها؟ الله الله. جنه منين لك تدفع ثمنها؟ الله. الرحمة والخلود لوالدته كل امهاتنا، اللي انجبت هكذا جبل كبير، كل الأمهات شاعر مبدع. وامانه كل انسان امه على قيد الحياه، اتمنى انه يخليها بعيونه. والله قليل، والله بعيونه قليل. صح. يعني شوف، الله يرحم امي قبل لا تتوفى بساعات اي قالت يمه انا ما خايفه من الموت والله، بس انا ما اتحمل الحر. يا عيني. قسما بالله كل ما احس بالحر اتذكر امي، الله اكبر. قسما بالله. الله يرحمها بس ان شاء الله يم امير المؤمنين وصبرك. أي. وانت خادم الحسين وهي خادمة الحسين، الحمد لله. فما ينخاف عليه. الحمد لله على كل. طبعا كانت اخر لحظات الحلقة حزن يعني اذيناك، عذرا على هذا السؤال، لكن قصيدة تسمعها اللي هي هاي، فاضطريت اسالك هذا السؤال. شكرا لك، كنت شاعر مبدع وجميل وضيف كبير علينا وعزيز جدا. اشكرك عباس، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اشكرك. واتمنى التوفيق لكل الكادر، وان شاء الله حلقه بجمالك. فدوى القلب. والله الله يبارك الوقت معك مر سريع. شكرا جزيلا أشكرك. لك. أشكرك. أنا اللي اشكرك جدا. فدوى القلب. حبيبي. اذا حبايبنا وصلنا وياكم لنهاية حلقة بودكاست فلاش باك. في امان الله.